عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلابنا وحبايبنا طلاب ثالثة إعدادي. النهاردة الدرس الأخير في الوحدة الأولى، الدرس الثالث، الكشوف الجغرافية لقارات العالم الجديد. يلا بينا. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على الرسول وتدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب. يلا بينا. درسنا بقى يا أولاد النهاردة إحنا بنتكلم عن حاجة اسمها الكشوف الجغرافية لقارات العالم الجديد. النهاردة الدرس الثالث. يلا نشوف بيتكلم على إيه، في إيه. عندنا اول حاجه يا اولادنا احنا بنتكلم عنه، يعني ايه اصلا كشوف جغرافيه. قبل ما نتكلم عن اي حاجه قال لك الكشوف الجغرافيه دي هي رحلات بحريه. رحلات ايه؟ رحلات بحريه. قال لك مين اللي قام بيها؟ قال لك الاوروبيون. بس للعلم يعني عشان نبقى عندنا مصداقيه في نقل العلم، الكشوف الجغرافيه دي اللي اساسا بدات على ايد العرب، على ايد الرحاله العرب، مش انا لقبي الرحاله، لكن في الرحاله ده هو المستكشف، هو الجغرافي، هو كاتب التاريخ، هو مش المؤرخ بس. يعني المؤرخ برضو كان يطلق عليه برضو لقب الرحاله، لانه بيتنقل من مكان لمكان عشان ينقل طبيعه وتاريخ وجغرافيه المكان ده. تمام؟ قال لك الكشوف الجغرافيه دي رحلات قاموا بها الاوروبيين. بدات امتى؟ قال لك في القرن ال 15 الميلادي عشان يكتشفوا طرق بحريه جديده ومناطق كانت مجهوله عن العالم. عشان كده احنا بنتكلم النهارده على الكشوف الجغرافيه للعالم الجديد. قال لك لما بصينا هو ايه يا مستر دوافع الكشوف الجغرافيه؟ قال لك دوافع يعني اسباب. يبقى كلمه دوافع اول ما اشوفها يبقى انا عارف ان انا كده هتكلم عن حاجه اسمها ايه؟ اسباب. بتكلم عن ايه يا اولاد؟ اسباب. قال لك طب يا مستر هي ايه اسبابها؟ قال لك في الوقت ده حصل تقدم في علم الرياضيات، وفي نفس الوقت حصل تقدم في علم الفلك وكمان الجغرافيا، وده كان ليه عامل مهم كبير جدا في نجاح الكشوف الجغرافيه. وقال لك كمان ده ساعد برضو ان في الوقت ده كان فيه تطور في السفن، تمام، والادوات الملاحيه، وده اسهم وساعد في تحديد. يا مستر هيساعدني في ايه؟ قال لك ساعد في الاتجاهات وكمان المواقع. طب ساعد ايه في الاتجاهات والمواقع؟ ان هم يحددوا الاتجاهات والمواقع بدقه مظبوطه، وده ساعد المستكشفين على القيام برحلات بحريه عديده. طب ايه يا مستر الدوافع دي؟ ايه دوافع الدول الاوروبيه في الاكتشاف؟ قال لك احنا عندنا اول نوع من الدوافع بيقابلنا هي الدوافع السياسيه. قال لك في الوقت ده يا اولاد ان حصل تنافس استعماري. تنافس ايه؟ استعماري. ايوه، اللي كان بسببه عندنا الحمله الفرنسيه في مصر اللي خدت عنها جزء صغير كده في اولى اعدادي. قال لك طب ايه اللي حصل؟ قال لك تنافست بعض الدول الاوروبيه. زي مين؟ قال لك زي البرتغال، في الوقت ده كانت دوله عظمى، واسبانيا في التوسع، وابتدت ان هي تفرض نفوذها، تفرض السيطره بتاعتها. انا هنا الحاكمه الامره، انا ما يهمنيش اي حد. ليه؟ هنا حصل استعمار للجزئيه دي، انا جيت واكتشفت فخلاص دي بقت ارضي. تمام؟ وقال لك ابتدت تمتد النفوذ بتاعتها خارج حدود دولتها وخارج حدود الامبراطوريات بتاعتها. وقال لك اصبحت هنا قوه الدوله مرتبطه بما تملكه من مستعمرات. يعني كل ما الدوله كانت قويه كل ما اصبح ليها مستعمرات، كل ما احتلت، كل ما اكتشفت، كل ما خدت. يعني كل ما تبقى حرامي كل ما تبقى ايه؟ قوي. صلى على رسول الله. دلوقتي بنخش بقى على حاجه اسمها الدوافع الاقتصاديه. دوافع الاقتصاديه يعني احنا اكيد هنروح ندور عشان خاطر الالمونيا، فلوس. طب يلا بينا، ايه اللي احنا عاوزينه؟ قال لك ان احنا ندور على طرق تجاريه جديده عشان نوصل للهند ونوصل لشرق اسيا من غير ما نعدي على طريق الحرير البري او الاراضي اللي كانت في الوقت ده خاضعه للدوله العثمانيه، اللي هي كانت في الوقت ده دوله قويه او متوسطه القوه، لا هي قويه او ولا ضعيفه او. تمام؟ قال لك وفي نفس الوقت كمان الارض التابعه للمماليك. طب ليه؟ عشان ما ياخدوش مننا ضرايب. وقال لك عشان نتجنب دفع رسوم مرور التجاره. وقال لك في نفس الوقت احنا لما بنكتشف اراضي جديده وبنحتل وبنستعمر اراضي جديده ان احنا بنقدر ندور على المعادن وندور على سلع ثمينه. وقال لك ابتدت الدول الاوروبيه تسعى ان هي تزود ثرواتها من المعادن النفيسه، بالذات زي الايه؟ الذهب، الفضه، عشان يقدروا يستخدموها في فك النقود، في صنع النقود. وكمان ساعدت الدول دي ان هي تحصل على سلع ثمينه
تمام، زي الايه؟ التوابل والحرير. انت متخيل في الوقت ده التوابل كان من السلع الثمينه الغاليه، اللي هو يا لهوي. انت بقى تنزل عند الراجل اللي بيقف قدام البيت تقول له انا عايز ب5 جنيه، ماما بتقول لك انا عايز ب5 جنيه توابل، يقوم معبي لك كيس قد كده حلو، تمام، يقول لك خد عليه بقى ملح وكمون وفلفل وبص خارب لك الدنيا 5 جنيه. ده كانت من السلع الثمينه. طيب دلوقتي بنتكلم على اكتشاف العالم الجديد. يلا بينا نبتدي مع الحاج كولومبوس. ماله بقى الحاج كولومبوس ده؟ قال لك الحاج كولومبوس ده يعتبر مستكشف ايطالي. طب حلو، يعني كولومبوس ده ايطالي. قال لك ابتدت تطلع من عنده فكره ان الارض كرويه. ايه ده يا مستر؟ هو الناس في الاول كانت مقتنعه ان الارض مسطحه؟ اقول لك مش زمان، ده دلوقتي في ناس مقتنعه ان الارض مسطحه. تمام؟ قال لك الراجل ده هو اللي طلع فكره ان الارض كرويه، وشاف ان الابحار غربا يمكن ان يؤدي الى اسيا بشكل اسرع. طب ازاي؟ قال لك عبر طريق اقصر. وابتدى يقنع ملوك اسبانيا، قال لهم يا جماعه خلاص بقى انا بقنعكم دلوقتي ان انا عندي فكره. هي ايه الفكره يا عم كولومبوس؟ قال لك الفكره والله يا جماعه ان انا شايف ان الارض كرويه وانتوا عمالين تقولوا ان الارض مسطحه. فبص، خير دليل الواقع التجربه، فاحنا هنجرب. فهنعمل ايه؟ قال لك هنعمل رحله بحريه. الرحله البحريه دي تمام هناخدها من ناحيه الغرب، ودي ممكن توديني لاسيا واقدر اوصل بشكل اسرع وبشكل اقصر. طيب فابتدى يقنع الملوك، فالملوك اقتنعت. تمام، وقال لك وبعد رحله مليئه بالصعوبات وصل الى جزر البهاما. وصل لجزر الايه؟ البهاما. عارف جايه منين؟ لما كان بيقول لعروسته انا هوديك البهاما ويا والحاجات دي، هي ده. تمام. فقال لك ايه؟ هنا كولومبوس كان عنده فكره ان الارض كرويه، فقال لك ليه ما نعملش تجربه؟ فراح اقنع ملوك اسبانيا لحد ما عمل رحله. الرحله بدات من الغرب، قال لك اقدر اوصل لاسيا بطرق اقصر وكمان اسرع. تمام. قال لك الرحله بتاعته كانت رحله صعبه، الله ينور عليك، لحد ما قدر يوصل لجزر اسمها جزر البهاما بالقرب من الساحل الجنوبي الشرقي لقاره امريكا الشماليه، واعتقد ان هي جزء من اسيا. وبعد كده قال لك خلاص احنا نكمل الرحله بتاعتنا لحد ما وصل للبحر الكاريبي، ومن دون ان يدرك انه وصل الى قاره جديده. يا لهوي، يعني راح مكان جديد وقاره جديده وكل ده وهو مش عارف. تمام. قال لك بعد كده عندنا واحد تاني اسمه امريجو. اسمه ايه؟ امريجو. امريجو ده مستكشف ايطالي. قال لك الراجل ده برضه شارك في العديد من الرحلات، شارك في رحلات كتيره جدا، والرحلات دي كانت رحلات استكشافيه غرضها الاكتشاف. وصل فيها لحد السواحل الشرقيه لقاره امريكا الجنوبيه او اجزاء من قاره امريكا الشماليه، يعني دي او دي. وقال لك توصل ان الاراضي المكتشفه ليست جزءا من قاره اسيا. يعني بيقول له كولومبوس، انت يا كولومبوس كلامك كله غلط. الاراضي والاجزاء اللي الرحلات بتاعتك وصلت لها ما كانتش جزء من قاره اسيا، دي كانت اجزاء من قاره امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. اصحى. طيب قال لك بعد كده، قال لك ساعتها اعتقد بقى كولومبوس ان هو وصل لاسيا، وجي بعد كده امريكو قال له لا انت ما وصلتش لاسيا يا حبيبي، اصحى انت كده نايم، انت وصلت لامريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. قال لك ده عندنا احنا كده وصلنا لعالم جديد وقاره مستقله قصدي. وتقديرا لجهوده والاسهامات بتاعته الجغرافيه اطلقوا عليه الجغرافيون الاوروبيون اسم امريكا. عرفت اسم امريكا جه منين يلا؟ من امريجو. تمام، المستكشف الايطالي. بعد كده بنخش على واحد تالت خالص بقى، وده مستكشف برتغالي اسمه ماجلان. تقول لي ده ما ده اسم ده انا سمعت، اقول لك ايوه اللي في دماغك. ايوه الله ينور عليك، الله ينور عليك، الله ينور عليك، اللي هو بعد كده هيبقى خليج او مضيق في المحيط. صلى على رسول الله. بعد كده قال لك ماجلان ده مستكشف برتغالي، انطلق قصدي في رحلاته بتمويل من اسبانيا. اسبانيا اديته فلوس وقالت له يلا يا باشا عيش استكشف زي ما انت عايش.
وبعد ما عبر المحيط الاطلنطي قدر ان هو يوصل الى مضيق في اقصى جنوب قاره امريكا الجنوبيه، اللي هو بعد كده هيتعرف باسم مضيق ماجلان. ومن خلاله دخل المحيط الهادي، واللي اطلق عليه هذا الاسم لان امواجه بدت له هادئه. قال لك يا المكان ده جميل قوي، الامواج بتاعته هاديه وجميله. تمام. كل ده حصل اثناء رحلته المحيط الاطلنطي. يعني هو كده بص قال لك انا عديت من الحته الصغيره دي اللي هو المضيق اللي هو اسمه مضيق ماجلان دلوقتي على اسمه. تمام. قال لك ابتدى يقارن ما بين ميه المحيط الاطلنطي وميه المحيط الهادي، وقال لك ميه المحيط الهادي دي ميه لطيفه هاديه ما فيش فيها اي تحركات، فعشان كده احنا هنسمي المحيط ده المحيط الهادي. اقسم بالله الكلام ده بجد. انتوا متخيلين؟ ده مش بنهزر والله، الكلام ده بجد. اتسمى المحيط الهادي عشان ميته هاديه. يعني مش بهزر، ده بجد، ده كلام انت لازم تبقى عارفه. المهم ماجلان كمل رحلته لحد ما دخل المحيط الهادي ووصل الى جزر الفلبين. وبعد وفاته اصحابه بقى قال لك خلاص احنا نخلص، ماجلان انت مت خلاص يا حبيبي، يلا بالسلامه، ادفن يقلب عيط الدمعتين، خلصت، نكمل بقى احنا الرحله يلا يا شباب، عشان عايزين نرجع بقى ايه، نشوف عيالنا ومراتاتنا والواد كولومبسيتو الصغير والكلام ده كله. وعادوا الى اسبانيا سنه 1522 محققين اول رحله بحريه حول العالم. يبقى اول رحله بحريه اتحققت امتى؟ بعد موت ماجلان. بعد موت ماجلان. والرحله دي اثبتت كرويه الارض على فكره. قال لك بعد كده بنخش على اكتشاف استراليا. قال لك اللي حصل ايه؟ قال لك نبدا لاول رحله من الرحلات الاوروبيه الموثقه الى قاره استراليا. ودي حصلت امتى يا مستر؟ اقول لك حصلت في القرن ال 17 اهو. في القرن الكام؟ ال 17. طيب الى البحاره الهولنديين، يعني اللي عملوا كده كانوا بحاره هولنديين. وقال لك ابتدت بعد كده الرحلات المستكشفين الاوروبيين، يعني الاول كانوا هولنديين، بعد كده الاوروبيين ابتدوا كمان يعملوا ايه؟ رحلات استكشافيه لاكتشاف قاره استراليا. وكان اهمها رحله المستكشف البريطاني جيمس كوك. جيمس كوك. تمام. اللي وصل الى الساحل الشرقي لاستراليا سنه كام بقى؟ سنه 1770. ورسم خريطه تفصيليه واعلن ان الارض دي تابعه لبريطانيا. حراميه. يعني مش الارض دي بتاعت الكل، لا دي بتاعت بريطانيا بس. تمام. وهنا بدا الاستيطان الاوروبي لقاره استراليا. وزي ما انا قلت لك يا حبايبي ولادي ان البدايه كانت عند العرب، وده مش كذب او طبعا احنا بنفخم في نفسنا بالبلدي او بندي لنفسنا حاجه احنا ما عملناهاش. لا، الفضل الاول بعد ربنا سبحانه وتعالى في الكشوف الجغرافيه للعرب. طب ايه الدليل على كلامي؟ قال لك استفاد الاوروبيين من مؤلفات الجغرافيين العرب والرحاله المسلمين في الجغرافيا والفلك والملاحه البحريه، زي في واحد اسمه احمد ابن ماجد. وكمان استفادوا من تاكيدهم ان الارض كرويه، يعني احنا كنا عارفين الموضوع ده من قبل ما هم يقولوه اصلا. وفي نفس الوقت ده امر شجع كريستوف كولومبوس على التفكير في الوصول للهند بالاتجاه غربا، ان انا امشي، لو مشيت ناحيه الغرب برضه هوصل للهند. وقال لك الخرائط والادوات زي البوصله والاسترلاب اللي انتوا درستوه في الابتدائي، تمام، والتطور بتاعهم، وكمان تطور العلماء المسلمين ووصولهم لمعلومات كبيره كمان، وتحسين الملاحه البحريه في الوقت ده ساعد الاوروبيون على عبور المحيطات، وان هم كمان قدروا يوصلوا للهند والكشوف الجغرافيه الكبرى التي شاهدها العالم في العصر الحديث. طب ايه نتائج الكشوف الجغرافيه؟ قال لك رحلات المستكشفين الاوروبيين في العالم الجديد هي نقطه تحول مهمه في تاريخ البشر. هي نقطة تحول في تاريخ الايه؟ في تاريخ البشر، وتعتبر من اهم النتائج اللي ترتبط على الكشوف الجغرافيه. بيقول لك هنا بقى ناقشها مع زميلك. طب يا مستر هو لما يكتشفوا مناطق جديده ايه اللي هيحصل؟ انت دلوقتي كان عندك اوضه في بيت بابا، اتجوزت وبقى عندك شقه في بيت في عماره، كبرت وبقيت غني فبقت عندك عماره، فانت كل ما بتتوسع ده بينتج عنه ايه؟ ان انا بكتشف حاجات جديده. طب لما انا اكتشف حاجات جديده، اكتشف ان انا مثلا عندي مكان جديد
مكان واسع، ممكن استخدمه في ان انا اعمل مشروع، ممكن استخدمه مثلا في ان انا اجره، في ان انا ابيعه، في ان انا اعمل فيه اي فكره اي حاجه. وكمان هلاقي فيه ثروات، فهلاقي فيه معادن، وهلاقي فاقدر استخدمه. فده نفس الكلام اللي بيطبق يا حبايب قلبي على الكشوف الجغرافيه. الكشوف الجغرافيه في نفي، بس في النهايه الكشوف الجغرافيه ظهرت هنا شويه حراميه، انا اسف في اللي انا هقوله بس دي الحقيقه. هم في الوقت ده حراميه. ليه؟ اتسموا باسم لابق كده وحلو وشيك. تمام؟ قال لك احنا هنسمي نفسنا مستعمرين. هنسمي نفسنا ايه؟ مستعمرين. قال لك الحراميه دول هم الايه؟ هم المستعمرين. قال لك بس كل واحد عاوز ياخد اكتر من التاني، فهتظهر هنا التنافس. فنتيجه الكشوف الجغرافيه برضو في نتيجه مش حلوه، هيحصل تنافس الدول الاوروبيه اللي هي الدول الحراميه اللي هي الاستعماريه للسيطره على الاراضي وتكوين المستعمرات سواء في الامريكتين. وده حصل بسبب حروب كتيره جدا بين انجلترا واسبانيا وفرنسا. قال لك برضو احنا عندنا نتائج اقتصاديه نتج عنها ان المحيط الاطلنطي بقى عباره عن حاجز مائي الى الطريق الرئيسي للتجاره العالميه، بنقف فيه بنمنع فيه اي حد. وقال لك في نفس الوقت تدفقت كميات كبيره، دخلت كميات كبيره من الذهب والفضه لاوروبا. يا اولاد الذين دخلوا بقى شفطوا بقى، كله شفط اللي هنا، لقى معدن، لقى الذهب، لقى فضه، لقى يلا 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 يلا. فبقوا يستخدموا المحيط الاطلنطي ان هو بيعدوا فيه كل ده. فهنا حصل تدفق كبير للفضه والايه؟ للفضه والذهب بالذات، راحت اسبانيا وانجلترا، واصبحت الامريكتين هي مصدر للعديد من المواد الخام زي القطن والسكر. وكمان بقى فيها اسواق. شفت البجاحه بتاع المستعمر، جاي اسرقك واخد منك ثرواتك وهفتح عندك اسواق ابيع فيها المنتجات بتاعتي. تمام؟ وده ادى لازدهار التجاره. قال لك برضه في نفس الوقت نتائج علميه ان الجغرافيا في الوقت ده شهدت تطور ملحوظ. قال لك بعد ما بقى في عندنا ادله علميه بتؤكد ان الارض كرويه، والكشوف الجغرافيه ساهمت في رسم خرائط دقيقه مظبوطه بالظبط. وفي نفس الوقت اتعرفنا عن انواع جديده من النباتات، وعرفنا انواع جديده من الحيوانات، ووفرت للعلماء فرصه للدراسه ان هم يدرسوا بيئات جديده مختلفه والشعوب المناطق المكتشفه. انا كمان بدرس الشعوب. طب النتائج الاجتماعيه، قال لك الكشوف الجغرافيه بسببها نتج عنها هجرات اعداد كبيره من اوروبا الى العالم الجديد، حيث نقل الاوروبيون، هنا ابتدى الاوروبيين بقى ينقلوا ثقافاتهم وانماط حياتهم الى المناطق المكتشفه، يودوها هناك. وده ساهموا في نشر مظاهر التطور فيهم. يعني ايه؟ يعني كل واحد له طريقه، صح ولا لا؟ انا دلوقتي ليا فكري وليا ثقافتي وليا طريقتي، فطبيعي انا بعمل على نشر ثقافتي وطريقتي والكلام ده كله. ما بالك بقى ده شعب كامل بيسيب مكان ويروح مكان تاني، فهيبتدي كل اللي هو يعمله اللي هو ينشر الثقافه بتاعته، وهينشر انماط الحياه بتاعتهم في المناطق الايه؟ المكتشفه. وهنا هيؤدي الى تطور المظاهر. يعني هناك هيبقى عندنا هناك تطور في الثقافه وتطور في العادات والتقاليد والكلام ده كله. وقال لك في نفس الوقت كما كان للكشوف الجغرافيه اثار سلبيه، يا لهوي، بالذات على مين؟ قال لك بالذات على الافارقه والسكان الاصليين، لان هيحصل في الوقت ده استعباد، وهيحصل بقى ان هم يبتدوا يستخدموا الافارقه دول ان هم يبيعوهم زي ما بيقولوا كده تجاره الرقيق. تجاره الرقيق دي هي عباره عن ايه؟ ان انا بستخدم شخص بحرمه من الحريه بتاعته ومن كل حاجه، وببتدي ان انا ابيع فيه واشتريه زي ما بيقولوا كده. يا اما شغله عندي بالسخره بالاكل والشرب. طيب الكشوف الجغرافيه وتجاره الرقيق لسه بنتكلم عنها. قال لك اللي حصل في بدايه الكشوف الجغرافيه كان اهتمام البرتغال واسبانيا منصبا على الحصول على الذهب والتوابل والسلع التجاريه. يعني احنا رايحين نكتشف عشان 3 ذهب، توابل، سلع تجاريه. لكن بعد ما اكتشفوا الامريكتين اصبح الرقيق الافريقي هو السلعه الاهم للعالم. قال لك دلوقتي احنا نجيب عيل اوروبي يشغله في مزرعه يزرع لنا قطن وبتاع، هيفرفط مننا، هتجيله ضربه شمس هتلاقيه مات. هنعمل ايه؟ قال لك العيال اللي بتستحمل الشمس والعيال اللي هي ايه؟ عيال الافارقه.
نجيب عيل افريقي كده نشغله بقى. طب هنديله فلوس؟ فلوس ايه يا جدع انت؟ احنا مستعمرين، احنا حراميه، احنا واخدين ارض وثروات وليله كبيره سعادتك. هجيب واحد واديله فلوس؟ هديله حقه؟ اعوذ بالله يا جدع، لا، هنستعبده. وهنا ابتدوا ان هم يبصوا ان الكائن الافريقي ده او البني ادم الافريقي ده هو السلعه الاهم اللي هيستخدموها فين؟ في المزارع والمناجم بالمستعمرات الاوروبيه. وابتدى ان هم ينقلوا اعداد كبيره من الافارقه عشان يخلوهم يشتغلوا قسرا. قسرا يعني بالاجبار. قسرا يعني ايه؟ اجبارا. تمام؟ وقال لك استغلت القوى الاوروبيه الصراعات والانقسامات الداخليه في المجتمعات الافريقيه زي ما بيحصل دلوقتي لو انت واخد بالك. تمام؟ انقسامات وصراعات، بنضرب في بعض وبناكل في بعض، وهم ايه؟ يستفيدوا. نفس الكلام. قال لك ان هي وان هم كمان منعوا قيام وحدات سياسيه. مفيش حاجه اسمها وحده سياسيه. كل ما الدول الافريقيه تبقى منسجمه مع بعض، لا، خد حرب اهليه، خد اسلحه يلا واضربوا في بعض واعملوا في بعض. نفس الكلام. دي سياسه المستعمر المحتل الاوروبي من زمان. تمام؟ ليه؟ قال لك عشان يضمنوا ان هم يستغلوا البشر ويستفيدوا من العماله الرخيصه في المستعمرات. وكانت تجاره الرقيق هي عامل استغلالا قاسيا تسبب في حدوث دمار اقتصادي واجتماعي لقاره افريقيا. قال لك طب هل الكشوف الجغرافيه كان ليها تاثير على السكان الاصليين؟ اقول لك يا لهوي، ده في بلاوي. ده في بلاوي مش كتاب المدرسه بس اللي هيكفيها، ده عايزه موسوعات تتكتب على اللي عملوه الاوروبيون في السكان الاصليين. هتقول لي يا مستر هو القارات اللي راحوها والاراضي اللي راحوها كان فيها سكان اصليين؟ اقول لك اه يا حبيبي. هتقول لي طب الناس دي فين؟ بقى في منها قله. طب هم ودوا التانيين فين؟ كده بقى وبتاع مذابح بقى. اخلص. بس لو قعد هيقول دي ارضي، وهيقول ان انا مستعمر، وهيوجع دماغي. ولما يوجع دماغي هيطالب بحقه، ولما يطالب بحقه انا مش هديهوله، فيتخانق معاه ويقل ادبه، وانا مردد عليه وضربه، فالمجتمع يقول الراجل الوحش اهو. فانا هسيب كل ده يعني اللي قدام ليه؟ ما كده ونخلص. قال لك اللي حصل ببساطه في كتاب المدرسه بيقول لك ايه؟ لما وصل الاوروبيون الى الامريكتين واستراليا، قال لك اتعرضوا السكان الاصليين للاثار السلبيه، لاثار سلبيه عديده، ومن اهمها تعرضوا للاباده. يعني ايه الاباده؟ يعني كله هيموت، مش هيبقى لكم حد، مش هيبقى في حد منكم تاني. تمام؟ زي ما فعل الاوروبيون ضد الهنود. هتقول لي يا مستر يعني كان في الامريكتين بالذات في امريكا الشماليه كان في هنود حمراء؟ اقول لك اه. الهنود الحمراء دول هم بيطلعوا لابسين ريش ومش عارف ايه وعاملين كده وعمالين يعملوا في الافلام كده زي فيلم زوجتي ومراتي ومش عارف بتاع الواد رامز جلال ده. المهم يعني فهم عملوا ايه؟ اول ما دخلوا ابدوهم، قتلوهم، عملوا مذابح، فما بقاش في منهم حرفيا الا قله. تمام؟ وقال لك وادى ذلك الى وفاه كثير منهم نتيجه انتشار امراض واوبئه وافده جت من اوروبا. تقول لي ايه ده يا مستر؟ اوروبا بلد التقدم، بلد التقدم، معاهم امراض. اقول لك اتنيل يا حمار، انا اسف، سامحني، طلعتني عن شعوري. لو انت درست او لو انت عرفت تاريخ اوروبا الحديث والمعاصر، اقسم بالله على المهازل اللي كانت في لا تقرف. يجيلك اشمئزاز كده اللي هو ايه ده؟ ايه القرف ده؟ يا جدع ده كان لو الراجل مرض يعني لو واحد تعب يقول لك ده المفروض اللي بيتعب بيروح المستشفى. لا، كان زمان في اوروبا اللي يتعب يقول لك غضب الرب. طب هتعمل فيه ايه؟ ما فيش نعالجه؟ لا، ده ما يتعالجش، ده كده غضب، ده في شيطان. يا عم يعني هتعملوا فيه؟ يعني نحرقه. فقاموا جايبين بقى نار وبتاعهم مولعين فيه. بعد ما كده بيقلبوه بقى يشوفوه خف ولا لا. ده بجد اقسم بالله ده كان بيحصل في اوروبا، كان بيحصل في المجتمع الاوروبي. المجتمع الاوروبي ده كان مجتمع قذر. بيقول لك الراجل يعني في الوقت ده من ضمن المعلومات اللي احنا عرفناها عن اوروبا، معلومه ليك، ان قله الاستحمام دي كانت علامه من علامه الجمال. يعني كل ما تبقى ريحتك معفنه كل ما انت كده اوه انجيهيتا جوتي.
دي ما ينفعش تبقى انجلينا، دي انشيتا. دي انشيتا، انشيتا دي اللي هي القرد المعفن. استغفر الله العظيم، ده بجد والله. فهم كانوا جايبين معاهم امراض واوبئه فانتشرت، ففي منهم ماتوا. الامراض دي زي الجدري والانفلونزا، وما كانش لديهم مناعه طبيعيه ضدها لانهم ما كانوش عارفين الامراض دي، او كان الجهاز المناعي مش متعرف عنها. قال لك في نفس الوقت ان برضه من الاثار ان هم احتلوا اراضيهم وهجروهم، طردوهم. وهنا تراجع حضاراتهم نتيجه السيطره الاوروبيه، الحضاره بتاعتهم تراجعت بقى. ليه؟ الاوروبيين سيطروا ورأوا ان هذه الحضارات ادنى منهم، اقل منهم. الحضارات المعفنه دي ايه، امشي على الجمر واعمل مش عارف ايه وطرق معينه في الزواج والكلام ده، واقتل 30 اسد عشان تتجوز بنت رئيس القبيله وبتاع. دي حضاره معفنه. لكن احنا حضارتنا حضاره نظيفه، حضاره جمال. قلل في الاستحمام تزيد الجمال، قرف. تمام. قال لك في نفس الوقت تعرضهم للتميز والاستغلال. قال لك في نفس الوقت ان السكان الاصليين تعرضوا للاستغلال، ان هم ابتدوا يستغلوهم في العمل، في ظروف عمل شاقه في المزارع والمناجم. وهنا تاثرت الثقافات والعادات المحليه بانتشار الثقافه الاوروبيه في المناطق المستعمره. بكده بقى اولادنا وحبايبنا نكون فرغنا الدرس الاخير في الوحده الاولى، وانتظرونا باذن الله في فيديو مراجعه الوحده الاولى، وباذن الله انتظرونا في الدرس الاول في الوحده الثانيه. ما تقلقش احنا معاك لحد الاخر، وما تنساش تصلي على الرسول، اوعى ما تكونش عملت شير. يلا سلام.